باسم مؤتمر ستار منطقة الحسكة بيان إدانة واستنكار ببالغ الغضب والرفض المطلق ندين باسم مؤتمر ستار منطقة الحسكة بيان إدانة واستنكار ببالغ الغضب والرفض المطلق ندين نحن كحركة المرأة في مؤتمر ستار الجريمة الوحشية التي أدت بحياة الشابة شيرين أوسي التي تبلغ من العمر 19 عاما في مدينة جنديرس، وهذه الجريمة لم تكن مجرد حادثة قتل عابر، بل هي تتويج لمسلسل طويل من القهر والتعذيب والظلم الأسري الممارس بحقها من قبل من كان من المفترض أن يكون الأمان لها زوجها وعائلتها. إن ما حدث لم يكن مجرد رصاصة أو طعنة، بل كانت سنوات من القسوة والظلم انتهت بجريمة قتل باشعة تم بدم بارد، ثم بدأت محاولات بائسة لتزييف الالتفات من العقوبات وبيان عملية. فإن في مؤتمر ستار نعلن أولا نحمل زوج الضحية وعائلتها المسؤولة المباشرة الجنائية عن هذه الجريمة. إن استمرار اضطهاد شيرين أوسي وصولا إلى تصفية جسدها يعكس وحشية تتجاوز كل القيم الإنسانية والدينية. إن القاتل ليس فقط من ضغط أو الزناد أو استخدام الإيذاء الحاد، بل كان من حرص وشارك صمته على تعذيبها داخل ذلك المنزل الذي تحول إلى سجن ومصلخ. نحذر السلطات الأمنية والقضائية في جنديرس من القبول والرايات التي يحاول الجنات تسويقها سواء بالادعاء والانتحار أو التذريع بقضايا الشرف. الجريمة إننا نطالب بعرض الجثة على لجنة طبية شرعية مستقلة ونزيهة لكشف الآثار التعذيب الذي سبق إلى وفاة. نرفض رفضا قاطعا أي محاولات لتلميع القضية من خلال المصلحات العشائرية أو التدخلات التي تهدف إلى تهريب المجرمين من وجه العدالة. إن دماء شيرين أوسي ليست ملكا لأحد ليساهم عليها، وهي قضية رأي عام تمس أمن كل امرأة في المنطقة، أي أن تهون قضاء هو بمثابة منح رخصة مفتوحة للقتال. نطالب الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية بمراقبة سير التحقيقات لضمان عدم تلميع القضية أو السماح اللجان بالإفلات من العقاب تحت ضغوطات عشائرية أو عبر استخدامات ثغرات قانونية لا مكان لها في عصرنا الحالي، ولا الضغط على السلطات الأمر الواقع لتفعيل قوانين رادعة تحمي النساء من المقلصة العائلية أو الفلتان الأمني يغذي هذه الجرائم. إننا في مؤتمر ستار نؤكد أن قضية شيرين أوسي لن تغلق بمرور الأيام. لن نسامح بأن تدفين الحقيقة مع شيرين. نطالب بمحاسبة كل من شارك في تعذيبها وقتلها. سنتابع سير التحقيقات حتى ينال كل من تورط في دمائها الجزء العدالة، لا حصانة للمجرم ولا عزاء للصامتين. مؤتمر ستار منطقة الحسكة 20/12/2025. لا لقتل النساء، لا لقتل النساء، لا جنجيانا آزادي.